انا تعمل فيا كده؟ امي انا؟ لا 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 لا، امي انا، امي. نبدا قصتنا بالصلاه على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ونقول ايه؟ انا وحدت امي، ابويا توفى وسابني لامي. كنت عندي كام سنه؟ كنت عندي حوالي 12 13 سنه. بس امي طول عمرها قاسيه عليا، مش عارفه ليه، تضربني وتهني وتعمل فيا ما لا يرضيها، وانا كنت بسكت. تغني خدامه في البيت، تطحني في البيت شغل ما تعملش حاجه، اقول معلش هي عايزه تعلمني. يعني كنت كل حاجه اجيب لها سبب. لو حكيت لها على سر، ابص الاقيها في وسط الخناقه تعايرني بالسر دوت وتشتمني بيه وتقول كلام ما حدش يرضاه خالص. المهم خلصت دراستي، خلتني خدت الدبلوم بس ما خدتش اي حاجه تانية، رغم ان كان مجموعي يدخلني ثانوي عام ويخليني اخش كليه. قالت لا واخد الدبلوم. خدت دبلوم تجاره وقلت مش مشكله اشتغل. قالت لا تشتغليش، معاش ابوكي مقضينا. فضلت زلاني ومبهدلاني لحد ما في يوم جه عليه عريس انا مش موافقه عليه. هي بقى وافقت عليه، مش كويس خالص، الدنيا وحشه معاه، بيشرب بتنيل، ملوش شغلانه، وهي برضو وافقت عليه. المهم قلت لها مش عايزاه، غصبت عليا ان انا اخده. عملت ايه بقى؟ خطبتني ليه؟ انا مش طايقه الواد، مش عاجبني، مش هو ده اللي انا عايزاه. انا عايزه واحد بيتقي ربنا، بيشتغل، بيعرف يجيب قرش، ده اللي انا عايزاه. هي بقى لا، ازاي؟ المهم وجاتنا عند ربنا، هقول لكم اللي حصل. وافقت عليه وانا مش طايقاه ولا في السما ولا الارض. كل ما اجي اقعد مش عايزه اقعد معاه، تمسكني تزعقني تبهدلني تضربني عشان اقعد معاه، لحد ما هو سرقها. خد الحاجه بتاعتها من جوه. ماشي، كنت انا في المطبخ ساعتها وهي كانت بتصلي، دخل قلب القط، قلب الحاجه وخد بعضه ومشي. فين خطيبك يا بنت؟ ما اعرفش، ما كان قاعد هنا، انا كنت بعمل حاجه في المطبخ وما اعرفش. دخلت اوضتها لقيت ايه؟ فلوسها مش موجوده. يا خرابي، فلوس اتسرقت وقعدت ايه تندب. قلت لها من الاول انت اللي رديتي بيه، وانت قالت لي كله منك انت. طب انا مالي؟ ما انت اللي وافقتي عليه، هو انا اللي وافقت؟ وسكت. المهم عدى كام يوم لقيت جارتي بتخبط علينا، عرفت الحوار، قالت لي بقول لك ايه يا بت، انا عندي عريس زي الفل، زي الفل، انسان كويس ومحترم وبيتقي ربنا وما بيشربش حتى السيجاره. قلت لها انت عارفه امي؟ قالت لي مالكيش دعوه بامك، سيبك انت على جنب امك وكانك ما تعرفيش حاجه. راحت كلمت امي وقالت لها علي. قالت لها بقول لك ايه، هو كويس وكل حاجه. لا انا مش خليها تتجوز دلوقتي. قالت لها مش حاجه اسمها تتجوز دلوقتي، البنت كبرت وهنجوزها. جارتي دي سبحان الله بتاثر على امي، سبحان الله. امي وافقت وجم بقى. انسان محترم جدا، ابن ناس، عنده اختين بنات وابوه وامه، وعارف ربنا كويس جدا. بصراحه وافقت عليه والحمد لله. كل ما اجي اقول لها حاجه لجهازي تقول لي الحاجه دي لا، الحاجه دي مش عارفه ايه. المهم ان خطيبي خد باله من المواضيع دي، خدني جنبي وقال لي بقول لك ايه، اللي انت عايزه اقولي عليه وانا اجيبه لك انا. قلت له ربنا يكرمك. قال لي ما تقوليش لحد انا جبته لك. وفعلا سبحان الله هي قصرت معايا من هنا، هو طلع ابن حلال وجاب لي كل حاجتي من هنا. دخلت شقتي بعد ما اتجوزت، بقت مستغربه الحاجات دي جت امتى وجت ازاي. انت بتتكلي من ورايا، انت بتجيبي حاجات. قلت لها مش انا اللي جبت، هو اللي جاب على فكره. المهم بقيت اروح لها كل اسبوع مره، واروح لحماتي كل اسبوع مره مثلا، واخواته حاطيني فوق دماغهم زي امي بالظبط. ربنا وعدني بامي وعدني بين باخوات جوزي، بس انا بطير ربنا ليه؟ عشان هو انسان كويس ومحترم، هيدي فوق دماغه بصراحه. المهم الاسبوع اللي بروح لامي فيه بعمل لها شقتها وبضب لها الدنيا كلها. في يوم اخت جوزي جت عندي ولقيتها بتفتش في حاجتي. انت بتعملي كده ليه؟ يعني دخلت اعمل لها حاجه، رجعت لها بتفتش في حاجتي. بتعملي كده ليه؟ تقول لي بعمل، انا حره، حاجه اخويا. طب مش حاجه اخويا، دي حاجتي انا. المهم ايه، اتنكت عليا، انا ما عنديش حد احكي له. لقيت نفسي ايه، مخنوقه، اقول لمين؟ انا مش هقول لجوزي، بس بكره هقول لامي. رحت اقول لامي. امي بقى اول شافتني او فتحت الباب، يا دماغي، يا بطني، انا تعبانه، انا مش قادره، انا مش عارفه ايه. قلت لها مالك يما، في ايه؟ في ايه؟ قالت لي تعبانه. قلت لها طب انا جايه زعلانه من ايه يا اختي؟ ما انت فرحانه بجوزك. يا فيش يما، اخته عملت ايه؟ دورت في حاجتي، ما اعرفش مالها ومالي. قالت لي شكلها شاكه فيكي يا اختي، شو انت بتعملي ايه؟ قلت لها انا بعمل ايه؟ انا بطيء ربنا في جوزي على فكره، انا ما بعملش حاجه يا امي. طب بقول لك ايه، تعالي اقعدي عندي 15 يوم. اقعد عندي 15 يوم ليه واسيب جوزي؟ اعملي لي الشقه وضبها. طب بعملها لك كل كل اسبوع باجي اعملها لك. قالت لي لا، انا عايزاكي تعملي المطبخ وتعملي مش عارفه ايه وتعملي.
بهدلت الدنيا. قلت لها خلاص كل زياره اعمل لك حاجه. لا هتيجي. قلت لها لا مش هاجي يوم، مش هسيب بيتي. طب انا تعبانه انا مش عارفه ايه. قلت لها خلاص يا ماما خلاص عايزه اجيب حاجه من الصيدليه واجيبها لك. يعني ايه؟ قلت لها يعني كده انا مش هسيب بيتي، انا هشقر عليكي والعين دي قبل العين دي ليكي، بس ما ينفعش اسيب بيتي. دعت عليا اللي كانت عيانه ونسيت العيا وشتيمه وقله ادب وطردتني بره البيت. خدت بعضي ومشيت معيط. جوزي شافني حكيت له قال لي معلش دي امك برضه واستحمليها، الراجل حق ربنا يتقال. قلت له مفيش مشكله خلاص. ولا قلت له على اخته ولا قلت له على مين، على امي، وسكت يا عين امي. المهم عدى يوم والتاني والتالت والرابع لقيتها بتخبط عليا، داخله عليا بقى انت بنت قليله الاصل، انت بنت بتعرفيش امك، انت مش بتبر امك. قلت لها انا مش كنت عندك وكنت هاجي لك ميعاد الزياره، لسه ميعاد الزياره بتاعتي ما جاش، وكنت برضه هاجي لك وانت طردتيني، انت ما عندكيش اصل. قلت لك اقعدي معايا انت عارفه ان انا عيانه. قلت لها الف سلامه عليك يا امه. قلت لك اجيب لك حاجه ما رضيتيش. قالت طب ماشي يعني انت كده برضه تيجي تقعدي عندي برضه كام يوم. قلت لها لا مش هسيب بيتي. طب ماشي، طب وحياتك عندي مش انت غاليه عندي وانت بنتي هو بغلى بحلى بكي. قلت لها انا غاليه عندك يما مش باين. طب خلاص ورحمه ابوكي لا اوريكي، وانا بقى انا هعرفك تيجي تقعدي عندي على طول. انا ما فهمتش الكلمه طبعا، ما اعرفش قصدها ايه خالص. المهم مشيت خلاص. عدى يوم والتاني والتالت لقيتها داخله عليا. هي يومين بقى، هي اخت جوزي داخلين عليا الاتنين. بسلم عليهم مش هيسلموا عليا. خير يا جماعه في ايه؟ فين جوزك؟ قلت لها جوزي جوه بيصلي وجاي. ده هن عايزينه. هو في حاجه ولا ايه؟ لما يجي يا اختي هتعرفي. الهانم امي اتفقت مع مين؟ مع اخوات جوزي عليا ان يطلعوني من جوزي. ازاي بقى؟ يلفقوني تهمه ان انا بعرف حد على جوزي. حد مين بقى؟ العريس اللي انا كنت مخطوبه له، اللي انا ما كنتش راضيه بيه، اللي سرقها. انا كنت حاكيه لجوزي كل حاجه عنه، وقلت لها عمل ايه في امي، وحكيت له اللي حصل بالتفصيل. يعني الحمد لله ان انا حاكيه وقايله. جوزي قعد ازيك يا حماتي، ازيك يا اختي، ايه اخباركم، مش عارفه ايه، قومي اعملي حاجه. لا ما تعمليش حاجه، اوعي تعملي اي حاجه، احنا جايين نتكلم كلمتين وماشيين. اقعد بقول لك ايه، انا هقابل وجه كريم لازم اقول لك اللي فيها. في ايه يا حماتي؟ وبعدين انتوا جايين تحت مع بعض ولا ايه؟ لا 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 احنا جايين ايه، احنا مش مقابلين بعض، هي كانت عندي في البيت وانا جبتها وجيت. دي امي امي امي. الله خير يا حماتي في ايه؟ لا يا اخويا مش خير، لازم اقول لك عشان ربنا ما يحاسبنيش. يحاسبك على ايه يا حماتي؟ الهانم مراتك بتكلم خطيبها الاولاني. انا بصيت لها كده قلت لها انت بتقولي ايه يا ام؟ انا بعمل كده؟ بتيجي عندي بتكلميه. قلت لها اقول لك بتكلميه ليه؟ تقول لي مش عارفه، مش قادره استغنى عنه، مش قادره انساه. قلت لك انا مش قادره. هو انا كنت طايقاه اصلا؟ اخت بقى ترد تقول له ايه، مش انا قلت لك؟ انا قلت لك من الاول البنت دي مش كويسه وفيها حاجه وراها. وقاعد ساكت ما بيتكلمش. قلت له على فكره انا ماما كدابين، انا ما عملتش كده والله ما عملت كده، انا بتقي ربنا فيك، والله بتقي ربنا فيك. فضل ساكت وهما بيتكلموا، ما بينطقش. وانا جايه ايه اخلص ذمتي، وقلت لاختك والتانيه دي تغني ودي ترد عليها، دي تغني وترد عليها، وانا عماله اعيط واقول قلت بقول لهم حرام عليكم، لا والله ما حصل مني الكلام ده كله، انا بتقي ربنا فيك. هو انا كنت ايه اصلا؟ الراجل ده مش هو سارقك يا وليه انت؟ هو مش سارق، ده انت امي، ده انت امي، حرام عليكي تعملي فيا كده. المهم ايه، هو قاعد ساكت ما بيتكلمش خالص. فجاه واحد قال لهم بقول لكم ايه، قال لي اهدي، وصوته عالي عليا. انا قلت خلاص صدقهم. قعدت في الارض ما قعدتش على الكرسي، قعدت في الارض من صدمتي. والله انت امي، انت الله يسامحك، الله يسامحك للدرجه دي، ده انا بنتك، ده انا معناها تغطيني. قالت لي يا اختي انا هقابل ربنا، هو انت احسن من ان انا اروح اموت وابقى كدابه؟ طب ما انت جايه بتكتبي، ما انت كده بتسيبي بنتك، ده انت عند ربنا كبيره. هي مش هعاتبها، لكن انت امي. قال لي قلت لك اسكتي وراح تنرفز عليا. سكت. قال لها اقول لك ايه يا حماتي، يلا المفروض اقول لك يا حماتي ان انت امها. الام بتغطي على بنتها وتداري عليها، بس انا شايف غير كده. على فكره بنتك حكينا على كل حاجه،
حكي لك عليه يا اخويا انها بتكلمه؟ لا، حكي لي انها ما كانتش عايزاه، وان انت غصبتيها على الجوازه دي، وان انت كمان في ده كله سرقك عشان هو ذنبها هي. واتاكدت من الكلام ده من جارتها اللي انا كنت بعتها عشان اتجوز بنتك، سالتها من وراها فعلا، ان فعلا كله حصل، البنت ما كانتش عايزاه، كانتش طايقاه، وهي غصبتها عليه. عشان ااكد على كلام بنتك. انتوا سالتها؟ قال لي اه سالتها. انت اول مره تعرفي ان انا سالتها. ماشي. انت يا ام انت عايزه تخربي عليها ليه؟ لما جت لي معيطه من عندك بس عندنا 15 يوم، قلت لها معلش دي امك. ولما جيتي هنا حكيت لي برضو وقلت لها وحياه امي اللي خليكي تيجي عندي على طول، عرفت ان في حاجه في دماغك. اختي دي انا هخلي ابويا وامي يتصرفوا معاها. انا مالي يا اخويا، ده امها اللي قالت. امها ولا مش امها، انا بقول لكم انتوا الاثنين اهو. مراتي انا عارفها كويس جدا، ما بتخبيش عني حاجه. وان هو كان خاطبها ده ومتنيلها، هي اصلا ما كانتش طايقاه وهي ما كانتش عايزاه، وانتي غصبتها عليه، وفي الاخر في الاخر خالص خزوقك وخد منك فلوسك. قالت له يعني دي بصي، قالت له والله ما تلكلكيش في كلام وتعملي وتسوي الحوار ده كله. انت ام، انت ام. الام دي بنتها لو فيها عبر الدنيا تقول للناس لا بنتي ما فيهاش. انت مش ام على فكره. انت متاكده ان دي امك؟ اه للاسف امي. واعيط بقى وايه، والعياط بقى ما انا هدومي ومش قادره، مش قادره. بصي يا حاجه، انا اقول لك يا حماتي، حتى الحاجه دي ما تستاهلهاش. بيتي ما تعتبوش تاني. يعني ايه تطردني؟ اه. وانت يا هانم انت على اختي، روح عند ابوك وامك، انا جايه وراكي. وانا قال لي انت ايه؟ انا واثق فيك يا بنتي، انت عبيطه. انا عارف ازاي واشة ازاي وعامله ايه. هو انا هتجوز واحده ما اعرفش عنها حاجه؟ مش عارف بيتي بيمشي ازاي واللي بيحصل في بيتي؟ قعدت اعيط والله. يعني هو يدافع عني وانت امي لا؟ المهم خدت بعضها ومشيت، وهي نازله على السلم سبحانك يا رب تقع على السلم رجلها اتكسرت. تخيلوا، سمعنا صويت انا وهو جرينا، والتانيه خدناها وديناها المستشفى على فكره وما سبناهاش، وخدتها ورجع. وقال لي ايه، بعت له بعدين قال لي هتعملي انت ايه؟ قلت له هسيبها؟ ينفع اسيبها؟ ما ينفعش. قال لي بعد ده كله، قال لهم يا بنت الناس انا هخليها بصي، انا مش هخليها تروح عندها هناك، هتيجي عند البيت لحد ما تصحى تروحيها بيتها. انا هعمل لاخر لحظه معاكي. وعمك نفس الحوار. وفعلا جبتها عندي، خدمتها وعملتها. حالتها بدات تسوق، مش عارفه ليه بدات تسوق جدا، مبقاش زي الاول ولا قادره تقوم من مكانها. بس دي وقعت سلم، يعني وقعت سلم تعمل ده كله فيها. المهم ايه، تعبت قوي. وفي ليله لقيتها بتنازع، ندهت له قال لي ايه امك مالها؟ خدناها وديناها على المستشفى. اتاريها ايه، خلاص كده في الفصل الاخيره. لقيتها بتقول لي معلش يا بنتي حقك عليا سامحيني، حقك عليا سامحيني، انا كنت عايزاكي تقعدي معايا، كنت حاسه بالوحده، مش لاقي حد يجي معايا يقعد معايا، وكنت حاسه ان انا لوحدي، وكنت خايفه تروحي من ايدي. معلش يا بنتي سامحيني، انا ما كانش قصدي حاجه، انا اتصرفت بطريقه مش حلوه. كان جوزي واقف جنبي قال لي ها؟ قلت له طبعا ده امي هسامحها. قال لي خلاص براحتك، عايزه تسامحيها ما تسامحيش انت براحتك. وسبحان الله عدى يوم والتاني والتالت والرابع، خامس يوم كانت امي متوفيه. بس هل ممكن الام فعلا لما تحس الوحده تاذي بنتها؟ لما تحس ان حد ياخدها منها تاذيها؟ طب ما كانت هتجوزني واحد ملوش لازمه، ولا كانت عشان انا كنت هقعد معاها انا وهو؟ انا مش عارفه بصراحه. في ام تعمل كده؟ الحب والانانيه يخليها تعمل كده، تسيء لبنتها؟ هو ده ممكن يحصل؟ وتوفت امي، مبقاش ليا حد غير جوزي. وهقول ايه، الله يرحمك يا امي ويسامحك. وده اللي حصل معايا من امي على فكره. انا ما اعرفش هل حصل ده مع حد غيري ولا لا، هل الحب الانانيه خلاها تسيء ليا وتسيء لسمعتي؟ انا مش عارفه، بجد مش عارفه. ودي ايه، وده اللي حصل من القصه. بص انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. هي الام بتبقى حاجه حلوه قوي. انا عن نفسي لما امي ماتت كنت حاسه ان خلاص، كنت حاسه ان روحي انسحبت زي ما بيقولوا.
يعني انا كنت دايما اقول كلمه كده، يعني حتى كنت اكتبها على الفيسبوك وقبل ما اخش الميديا ولا اخش اعمل قناه ولا الكلام ده كله، كنت تملي اكتب اقول بعد امي ماتت: الام الروح في الجسد، اذا ذهبت الام ذهبت الروح بالجسد. كنت حاسه بكده بقى، وربنا يرحمها والله اعمل ايه في نيتها، وربنا يرحمها لك، ادعي لها بالرحمه. ده اللي اقدر اقوله لك، غير كده مش هقدر اقول. ودي قصتنا النهارده.